تعرف ان جوجل كانت على بعد خطوه واحده من انها تقع بسبب فيسبوك؟ من سنه 2005 لسنه 2010 جوجل كان ملك الانترنت، بحث، اعلانات، جيميل، خرائط، يوتيوب، كل حاجه، لحد ما ظهر فيسبوك ومره واحده الناس بدات تقضي ساعات عليه مش دقايق. المشكله ان فيسبوك بدا ياخد اهم حاجه جوجل كانت عايشه عليها، الا وهي بيانات المستخدمين، هوياتهم، عاداتهم، اصدقائهم، المحادثات والاهتمامات. كل اللي جوجل كانت محتاجاه للاعلانات بقى محبوس جوه فيسبوك. جوجل فجأة لقيت نفسها قدام خطر كبير جدا. لو الإعلانات هتروح لفيسبوك جوجل هتقع. ولما حاولت تدخل المنافسة وعملت جوجل بلس فشلت فشل ذريع. في اللحظة دي جوجل أخذت أخطر قرار في تاريخها، ألا وهو لو مش قادرين نكسب الحرب جوه الكمبيوتر ممكن نكسبه جوه جيب المستخدم. والحل اندرويد، نظام مفتوح مجاني يتحط على اي موبايل وينتشر اسرع من اي منصه في التاريخ. ليه؟ لان جوجل فهمت حاجه عبقريه جدا: اللي يملك شاشه الموبايل نفسها هيمتلك الانترنت كله. اندرويد انتشر زي النار، سامسونج، سوني، اتش تي سي، ال جي، هواوي، كل الشركات استخدمته. ومره واحده جوجل بقت جوه كل موبايل في العالم، خرائط، بحث، يوتيوب، كروم، وكل مشاهده، كل حركه، كل استعلام بيرجع لجوجل. فيسبوك كسب الوقت اللي الناس بتقضيه على الانترنت، بس جوجل كسب الجهاز اللي الناس ماسكاه في ايديها كله. والنتيجه ان جوجل فضلت رقم واحد، فيسبوك بقى منافس لكنه مش قاتل. الدرس هنا ان لما المنافس ياخد منك ملعبك ما تحاربوش جواه، ابني ملعب جديد هو اللي يضطر يجري وراك فيه.